أول سر لمثلث برمودا. سنة 1945 5 من أفضل طيارين سلاح الجو الأمريكي طالعين في تدريب. كالعادة الأمور كانت تمام لحد ما حصل شيء مفاجئ. الطيارات بدأت تمر بمطبات هوائية كتير والبوصلات كلها تلف حوالين نفسها، والجو قلب تماما. قائد التدريب قرر يتواصل مع القاعدة. هنا قائد الرحلة 19. في حاجة مش طبيعية، كل حاجة اتغيرت. مش فاهم حاجة، البحر تحتي مش طبيعي، لونه شكله كل حاجة متغيرة. مفيش خط ساحلي، الجو اتقلب بشدة. صوت الطيار المساعد في الخلفية وهو بيقول احنا فين يا تايلور، ده مش طبيعي. قائد التدريب بيكمل كلامه مع القاعدة. كل البوصلات بتاعتنا مجنونة، مش عارفين الشمال من الجنوب، الطريق مش باين. ده آخر تواصل حصل ما بين القاعدة والطيارات قبل اختفائهم. بعد دقايق طيارة إنقاذ اتبعتت تدور عليهم، لكن طيارة الإنقاذ كمان اختفت. مفيش أثر لحد النهاردة. لغز الرحلة 19 أكبر أسرار مثلث برمودا. هل انتم مؤمنين بمثلث برمودا وأسراره؟ ما تنسوش تاخدوا لفة في القناة لأنها هتعجبكم جدا، والسبسكرايب أكيد. شكرا.